اخبار مية مية في الكرة المصرية فضلا وليس امرا، دعمني باللايك والمتابعة. ومعانا اخبار نارية. الاهلي يا صديقي بيضرب بيد من حديد في الصفقات. لاعب تونس النجم الساحلي التونسي كريسبو، والصفقة دي يا صديقي خلال 24 ساعة هتتحسم للنادي الاهلي. ده لاعب مهاجم صريح يا صديقي، عنده 19 سنة، لعب 6 مباريات، جايب 4 اهداف وعامل 5 اسيست. دانيال افري يا صديقي لاعب منتخب غانا، دلوقتي عنده 19 سنة ولعب مع منتخب غانا 7 مباريات ومسجل 3 اهداف. وده يا صديقي في اللمسات الاخيرة، والنادي الاهلي عامل ميزانية مفتوحة للعيبة دي. اما بالنسبة لمروان عطية يا صديقي فشبه ان هو خلص برضه للنادي الاهلي والاتحاد السكندري. المفروض ان هو عايز 2 لعيبة، زياد طارق ومحمد محمود. والاسطوره كابتن محمود الخطيب يا صديقي مدي امير توفيق ميزانيه مفتوحه وصلاحيات كامله ان هو يخلص اللعيبه دي اول يوم في يناير. واللعيبه اللي انا ذكرتها لك دي يا صديقي تحت السن، والمفروض ان في 2 مهاجمين تاني برازيليين فوق السن. الاتنين فيهم واحد بيلعب في البرازيل وواحد بيلعب في اوروبا يا صديقي. ودي اختيارات مارسيل كولر يا صديقي، مديهم 5 لعيبه يختاروا منهم 3 اساسيين ويشتريهم، واحد فوق السن و2 تحت السن، وممكن يبقوا 2 فوق السن لو بيرسي تاو مشي في يناير. مارسيل كولر غاضب جدا يا صديقي من لعيبه النادي الاهلي لما بيوصلوا للمرمى كتير وما بيعرفوش يسجلوا الاهداف. والناس اللي بتقول لك ان الاهلي هيتعاقد مع احمد رفعت، قلنا لكم 50 مره النادي الاهلي مش هيتعاقد مع احمد رفعت، لان احمد رفعت كان من ناشئين الاهلي وعمل غلطه في الناشئين ومش هيرجع النادي الاهلي تاني. واتمنى منك يا صديقي لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتعمل متابعه وتقول لي رايك في كومنت. سلام.